صباح الفل يا صباح الجميل. النهارده هنعمل وصفة تنفع على الفطار تنفع على العشاء. سهلة وبسيطة، وعايزة اقول لكم بقى فيها مكونات معظم الاطفال مش بتاكلها. احنا النهارده هنعملها كلها كده بالشكل الجميل ده، شكلها كأنها بيتزا، وعلى فكرة هياكلوها اول لما هيشوفوا الشكل الروعة ده هيطلبوها منك على طول. وصفة سهلة، البيض بالبطاطس ومعاه شوية كده مكونات تستات كده حلوة ان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا نشوف احنا عملنا الطبق الروعة ده ازاي. انا عندي هنا بطاطس انا مقطعاها مكعبات، هحمرها عادي. الزيت والبطاطس هتتحمر بطاطس عاديه جدا. هحمرها واكون بقى هنا انا عندي محضره. عايزه بقى براحتك، يعني الكميه حطي براحتك، فلفل الوان اخضر واحمر، عندك اصفر حطي مفيش مشكله، 3 بيضات. وبرده الكميه ترجع لك. حطيت ملح وفلفل اسود على البيض، وهنزل كده بالفلفل واديهم كده اربهم مع بعض. وكان عندي هنا ميكس جبن. ميكس جبن حطي، ما عندكيش مفيش اي مشكله، حطي موتزاريلا. بس هي عشان شبه البيتزا فانا حطيت الجبن. ما عندكيش جبن هتطلع برده معاكي جميله ونفس الشكل. جبت بقى الطاسه عندي ونزلت هنا بنص معلقه سمنه او زبده. نعلي بقى التست بتاعنا. هننزل بالبطاطس ونديها تقليبه كده حلوه مع السمنه، تاخد كده الريحه والطعم. ونبتدي بقى ان احنا نظبط الطاسه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنرص بقى البطاطس رصه حلوه كده. يا سلام على الريحه، لو انتوا مكاني هتقولوا عظمه بجد. وصفه سهله وبسيطه تنفع على العشاء على الفطار، بس المهم ان كلها فيتامينات وكالسيوم. الوصفه كلها جميله. وولادك لو لسه صغيرين ينفع تاكلها لهم كده حاف من غير عيش ولا اي حاجه خالص. نزلت بقى بكل المكونات وظبطت الدنيا زي ما انتم شايفين، طبق بيتزا بيتزا. عشان تدي الشكل الحلو ده هغطيها وهدي عليها النار، وطلعت بقى معايا بالعظمه دي كلها. تستاهل ان انتوا تقوموا تجربوها ولا لا؟ ما فيهاش حاجه، سهله وبسيطه وكلها فيتامينات وكالسيوم والحمد لله رب العالمين. هتنفع كل الولاد. انا عن نفسي ككبيره بموت في الوصفه دي. زي ما قلت لك فطار او عشاء ان شاء الله هتنفع معاكي. بصوا الجمال، بقول لكم روعه يا جماعه. بجد اتمنى ان انتوا تجربوها. كنت معاكم رشا السيد، اشوفكم في فيديو جديد وسلام.